طيب، وصلنا للنهاية، والموضوع يبان المرة دي لبعض الناس حاجة كويسة جدا ان احنا وصلنا وحاجة تفرح ان خلاص فاضل كام يوم يعني ونبدأ في الامتحانات، وبعد ما نخلص الامتحانات نخلص من تالتة ثانوي. وناس تانية النهاية بالنسبة لها مرعبة لان لسه في حاجات كتيرة جدا متراكمة علينا واجزاء لسه محتاجين نذاكرها وما فتحناهاش، فالموضوع شوية يفرح وشوية يوتر اكتر. فالمهم النهاردة هنعلن عن التحدي الاخير واسمه تحدي كن دحيحا. كن دحيحا هو التحدي الاخير هنا في القناة في تالتة ثانوي. معرفش ممكن نعمل القصة دي التانية في الكلية مثلا ولا حاجة، بس دي اخر حاجة هنعلن عليها السنة دي. تحدي كن دحيحا انا ما كنتش اعمله اساسا، غالبا اخر حاجة هنختم بيها تحدي رمضان. بعد كده كل واحد يذاكر مع نفسه ويسيستم نظامه بما انه اتعرف على نظام التحديات والنظام وكده. بس لما عملنا استطلاع رأي على اخر تحدي لقينا الناس كتيرة جدا التحدي فرق معاها وعايزين تحدي كمان بحيث الموضوع يفضل مستمر ومشجع، فعشان كده عملنا تحدي كن دحيحا. اول حاجة هتكمل معانا من التحدي اللي فات هو جروب التليجرام، نفس جروب التليجرام اللي احنا عملنا فيه تحدي رمضان هنعمل فيه تحدي كن دحيحا. الجروب ده نظامه ايه؟ هو عبارة عن قسمين، قناة التليجرام وجروب التليجرام. قناة التليجرام بينزل عليها بوست كل يوم برقم اليوم، النهارده اليوم رقم 1 مثلا، اكتب او نزل التو دو ليست بتاعت بكره. فانت تبدا تكتب التو دو ليست او الحاجات اللي انت المفروض تعملها بكره وتصورها وتنزلها على قناة التليجرام. وجروب التليجرام ده جروب منفصل تماما، انت هناك ممكن لو في حاجة واقفة معاك او عايز تستفسر عن حاجة تقدر تسأل زمايلك هناك. في رينج حوالي 1000 طالب موجود في جروب التليجرام يقدروا يفيدوك، سواء انت بتدور على مدرس كويس او عايز تعرف مراجعات ايه نظامها مع مدرس معين او عايز ملخصات لمادة معينة، فالناس هناك بتساعد بعض بشكل كويس جدا. فجروب التليجرام تقدر تسأل فيه لو واقف قدامك اي حاجة، وقناة التليجرام بينزل عليها بوست التو دو ليست عشان تصور التو دو ليست بتاعت بكره وتنزلها. وقصه التو دو ليست انا شرحتها بالتفصيل في فيديو التحدي اللي فات، عشان مش عايز يكون الفيديو ده طويل شويه. هسيب لك لينك قناه التليجرام وجروب التليجرام تحت في الديسكربشن، تقدر تدخل على اللينك على طول يدخلك على قناه التليجرام او جروب التليجرام. وهسيب لك لينك ورقه بتاعه تحدي تخلص المنهج في 30 يوم. لو انت عايز تنظم المواد انك تخلص المواد كلها في 30 يوم، لو انت شعبة علمي علوم او علمي رياضه او ادبي تقدر تنزل تبص على الجدول بتاعك، هو مقسم لك المنهج بتاعك كله على 30 يوم. فانت لو عايز ال 30 يوم الجايين تخلص فيهم المنهج سواء مراجعه او متابعه مع المستر بتاعك او ايا كان، الجدول دوت هيبقى مفيد جدا. كده اتكلمنا عن قناه التليجرام وجروب التليجرام وجدول لم المنهج في 30 يوم. الحاجتين الجايين دول حاجتين نسبيا جداد، او الحاجه اللي جايه مش جديده قوي، الحاجه اللي بعديها جديده جدا محدش عملها قبل كده في اليوتيوب. رقم 3 لايفات اليوتيوب. احنا هنعمل خلال ال 30 يوم 4 لايفات يوتيوب. فخلي بالك بقى لو راح منك لايف انت ما تبقاش منك غير 3، لو راح منك 2 ما تبقاش غير 2. فحاول تحضر اللايفات دي. فكل يوم سبت من كل اسبوع هنطلع لايف الساعه 6 الصبح. فان شاء الله السبت الجاي الساعه 6 الصبح هيبقى فيه لايف هنا على اليوتيوب ستادي ويز مي، والسبت اللي بعديه هيبقى فيه لايف ستادي ويز مي الساعه 6 الصبح. فليه 6 الصبح؟ علشان يدربك ازاي تصحى بدري، عشان الامتحانات هتكون بدري، فانت محتاج تتعلم ازاي تصحى بدري وتحضر اللايفات، لان لو اللايف راح انا مش ضامن انه يفضل موجود على القناه. فهو اللايف هيكون 6 الصبح كل يوم سبت ان شاء الله، في 4 لايفات خلال الشهر ده، وهيكون في لايفات بعدها ما اظنش. فاظبط بقى نومك ومواعيدك عشان تحضر الاربع لايفات دول. رابع حاجه والاخيره وهي اهم حاجه في التحدي النهارده هي ابلكيشن فوكس تو دو. بص يا معلم، برنامج تايمر اللي هو بومودورو تايمر اللي احنا متعودين عليه، اللي هو بيديك 25 دقيقه مذاكره و5 دقائق راحه، او 50 دقيقه مذاكره و10 دقائق راحه. انت فاهمني واكيد انت عارف انا بتكلم عن ايه، اللي هو البومودورو تايمر اللي احنا اتكلمنا عليه كتير قبل كده. بس ايه المختلف النهارده؟ الابلكيشن دوت انت بتدخل عليه بتحط اسماء المواد بتاعتك، وكمان بتحط المده اللي انت عايز تذاكرها. يعني انا عايز اذاكر 50 دقيقه و10 دقائق راحه او ايا كان المده اللي عايز تذاكرها، وبتبدا تذاكر. خلص القصه؟ لا ما خلصتش. الاهم حاجه في الموضوع والجامده جدا انك كل ما انت بتحسب بومودورو هو بيجمع لك عدد التوتال اورز اللي انت ذاكرتها. يعني انا ذاكرت النهارده مثلا ساعتين فمكتوب عندي ساعتين. طب ايه الحلو في كده؟ ما هو عادي. الجامد في الموضوع ان انت هتدخل جوه مسابقه. احنا هنعمل مسابقه هنا في القناه، هيكون في زي جروب على برنامج فوكس تو دو، مكتوب كل واحد وجنبه ذاكر كام ساعه النهارده،
وكل ما انت تذاكر كل ما الرانك بتاعك يعلى او يبان الترتيب بتاعك، وموجود كده 5 اوائل او 3 اوائل، وبعد كده الترتيب بتاع الناس التانيين. وانت طول اليوم هتكون عايز تذاكر كتير علشان توصل لاعلى رقم في الليسته، او اسمك يكون اول اسم في الليسته. والمفروض ان التحدي دوت بيتعمل له ريسيت كل اسبوع. يعني انت لو الاول اسبوع قصرت انت ممكن تبقى التوب في تاني اسبوع، لو تاني اسبوع قصرت ممكن تبقى التوب في تالت اسبوع. يعني مش معنى انك في كام يوم وقعوا منك انك التحدي كله وقع منك، لكن التحدي بيتجدد كل اسبوع. ودي حاجه طلبتوها برضو، ان ممكن ما يبقاش التحدي 30 يوم، 30 يوم طويل قوي، ممكن يبقى اسبوع علشان لو واحد قصر يلحق يلم الدنيا او يرجع تاني كويس. فهي ده حل المشكله، انك كل اسبوع التحدي بيتعمل له ريسيت. انا حاسس انك مش فاهم قوي الدنيا ماشيه ازاي، فخليني اشرح لك الموضوع عملي. دي ايقونه الابلكيشن، هتقدر تنزله عادي من على جوجل بلاي، او ممكن تنزله بطريقه تانية هحكي لك عليها هتكون احسن يعني. المهم دي ايقونه الابلكيشن، هتدخل عليها هيبان لك الواجهه ديت 25 دقيقه مكتوب قدامك انك هتذاكر 25 دقيقه، ولما تبدا تدوس اوكي تمام هيبدا يحسب عادي. ولما يخلص ال 25 دقيقه هيقول لك معاك 5 دقايق بريك، بعد كده يرجع لك 25 دقيقة تاني، اللي هو البومودور العادي جدا. الميزة الأولى إنك تقدر تدخل هنا وتدوس على اد بروجكت اللي تحت ديت، وتسمي مثلا تكتب هنا ثانوية عامة، وتختار أي لون أسود مثلا وتدوس دن. كده عمل لك بروجكت تحت اسمه ثانوية، اللي هو البروجكت ده. لو دوست عليه واقفل دي، هتقدر هنا تحط أسماء المواد عندك، وانت بتذاكر تختار الماده اللي انت بتذاكرها دلوقتي علشان يبان انت بتذاكر كل ماده قد ايه. يعني لو في ماده انت ذاكرتها 15 ساعه يبان ان الماده دي ذاكرتها 15 ساعه، والطريقه ديت يبين لك المواد اللي انت مقصر فيها او مش مديها حقها. فانا هكتب مثلا هنا عربي، وهكتب بعديها مثلا كيمستري، وادوس دن. بعد كده لما تيجي تذاكر تدوس هنا فوق، بعد كده تمشيها على اليمين وتنزل تحت خالص، هتلاقي كلمه ثانويه اللي انت لسه عاملها، هتدوس عليها وتختار مادة اللي انت هتذاكرها. يعني مثلا هذاكر العربي، فكده بدأ البومودورو بتاع العربي. وبعد كده تقدر تشوف كل مادة انت ذاكرتها مدة قد ايه. دي ميزة. الميزة التانية والأحسن قصة الجروبات، بس انت عشان تشترك في الجروبات محتاج تعمل اكونت على الابليكيشن. فهتدوس على ساين ان هنا كده، وتدوس ساين ان وتدوس ساين اب، وهنا تعمل ايميل وباسورد. انا عندي الايميل والباسورد، فهدخل على الاكونت بتاعي وادوس ساين ان. طيب دلوقتي هقول لك اهم حاجه في الابليكيشن، وهي الجروب اللي هيخليك واضح قدامك كل واحد ذاكر قد ايه. يعني مثلا لو دوست هنا على الجروب، وانا مثلا في جروب اسمه بوتيتو فوريفر، هنا مكتوب اسماء الناس. يعني مثلا اول واحده اللي هي توفا مذاكره 25 ساعه الاسبوع دوت، فواخده رانك رقم 1 اللي هي اول واحده في المجموعه، وتحت مكتوب اسماء باقي الناس ومذاكرين مده قد ايه. فانت دايما بتتنافس انك تكون عايز توصل لاكبر عدد من ساعات المذاكره. انت هتدخل ازاي الجروب؟ هتدوس على علامه السيرش دي، وهنا هتكتب كود الجروب. كود الجروب ده هتجيبه منين؟ هتنزل تحت الفيديو هتلاقي كومنت مثبت فوق او بند كومنت، هتلاقي في الكومنت دوت كود الجروب كذا. هتاخد كود الجروب وتدخله هنا في السيرش وهتدخل على الجروب. ليه انا مش هقول لك كود الجروب في الفيديو؟ لان كود الجروب هيتغير 3 مرات، لان انا هعمل 3 جروبات هنا، لان عدد الجروب قليل. يعني ممكن انت ما تلحقش تدخل لو سمعت الفيديو ده متاخر. فهو عدد الناس اللي هتدخل تحدي الجروب او تحدي عدد ساعات المذاكره دوت هو عدد محدود جدا. فهو انت يا تلحق يا ما تلحقش. فلو انت بتسمع الفيديو دوت متاخر ودخلت جبت كود الجروب ودخلته على الابلكيشن وقال لك ان الجروب مليان، فانت كده مش هتقدر تلحقنا او مش هينفع تدخل في التحدي، لان كده العدد كامل. فهو العدد محدود بالابلكيشن، هو محدد لي عدد معين. فادخل دلوقتي خد كود الجروب اللي موجود في اول كومنت ودخله في الابلكيشن هنا في السيرش عشان تلحق تدخل الجروب بتاعك. وهناخد سكرين شوت كل اسبوع من الليسته ديت علشان نشوف مين اعلى 3 الاسبوع دوت. فانت ممكن تبقى اعلى واحد الاسبوع دوت، ممكن الاسبوع اللي بعديه، ممكن الاسبوع اللي بعديه، بس دايما هيبقى كل اسبوع هيبقى عندك فرصه انك تبقى من الاوائل او من اعلى ناس ذاكروا عدد ساعات في الجروب. طيب عشان تبقى الدنيا واضحه، انت لو دخلت على الابلكيشن دلوقتي وجيت تبدا تذاكر، هو مش مسموح لك غير انك تذاكر 25 دقيقه و5 دقايق راحه. فكره انك تخلي نفسك تذاكر 50 دقيقه او 10 دقايق او تغير في التايمر ده مش مسموح في النسخه العاديه اللي موجوده على بلاي ستور. فانا جبت لك نسخه مخصصه تقدر تعدل فيها الوقت. يعني بدل ما هو الابلكيشن حكمك ب 25 دقيقه و5 دقايق راحه، ممكن انت تغيرها ب 50 دقيقه او 10 دقايق راحه.
انت هتعمل كده ازاي؟ هتلاقيني سايب لك نسخه من الابلكيشن على قناه التليجرام بعد ما الفيديو ده ينزل. يعني بعد ما الفيديو ينزل هتلاقيني حاطط لك نسخه الابلكيشن اللي متعدله ديت على قناه التليجرام بتاعتي. فانت في الديسكريبشن هتدخل عليه تلاقي ايه؟ هتلاقي قناه التليجرام وجروب التليجرام ولينك تحدي لم المنهج في 30 يوم اللي هو الجداول، ولينك الابلكيشن من البلاي ستور لو عايز تنزله. وهتنزل في اول كومنت هتلاقي الكود بتاع الجروب، جروب التحدي. وزي ما قلت لك جروب التحدي هو محدود بعدد معين، دي حاجه مش انا اللي عاملها، معموله من الابلكيشن. طيب قبل ما اقفل الفيديو عايز اقول لكم ان اللي عرفني على برنامج فوكس تو دو هو ايليا امير، فشكرا يا ايليا. ومين ايليا؟ هو ايليا واحد خلص ثالثه ثانوي ودلوقتي في اولى كليه حاسبات ومعلومات. وايليا كان ليه تجربه مختلفه في ثانويه عامه، ان هو ذاكر تقريبا اخر شهر ونص. فازاي عمل كده؟ ده اللي المفروض هينزله خلال الفيديوهات الجايه في قناته. ينزل فيديوهات عن الاستراتيجيز اللي هو مشي بيها علشان يقدر يوصل للمجموع ده، طريقه يذاكر بيها عدد ساعات اكتر، طريقه ينظم بيها وقته، طريقه يذاكر بيها مواد الفهم، وطريقه يذاكر بيها مواد الحفظ. الطرق اللي هو كان بيمشي بيها او بيذاكر بيها هيبدا يشرحها في الفيديوهات الجايه في قناته. فهسيب لكم لينك قناته في الديسكريبشن، ان شاء الله تكون مفيده ليكم. وبس كده، يعني دي كانت كل حاجه بالنسبه لتحدي كن دحيحا. ان شاء الله تكون دحيحا وتوصل للكليه اللي انت نفسك فيها. وبس كده، يعني دي كانت كل حاجه بالنسبه للتحدي، ان شاء الله يكون مفيد. وقول لي ايه رايك فيه في كومنت. يعني انا تقريبا مفيش كومنت لحد النهارده اتكتب على اي فيديو على القناه وما قريتوش، حتى لو انا ما ردتش على الكومنت بتاعك، بس انا اكيد قريته لان مفيش وقت كافي ان انا ارد على كل الناس. بس انا باجي بالليل كده واقعد اقرا كل الكومنتات اللي اتكتبت. فانا مستنيك تكتب لي رايك سواء بالايجاب او السلب. لو في مثلا حاجات مش عاجباك اكتبها لي، لو في حاجات عاجباك اكتبها لي برده، بحيث نقدر نطور من المحتوى اللي بنقدمه. وزي ما قلت لك لايفات اليوتيوب هتبقى كل يوم سبت الساعه 6 الصبح، فهم 4 لايفات، حاول تلحقهم عشان تستفيد بيهم. وبس كده، دي كانت كل حاجه بالنسبه لتحدي كن دحيحا. ما ينفعش طبعا توصل لهنا وما تكونش عامل سبسكرايب. ايه الكلام الماسخ ده؟ انزل اعمل سبسكرايب يا اسطى. ايه في ايه؟ انت لحد دلوقتي ما عملتش سبسكرايب؟ على فكره انا عارف انك ما عملتش، عشان في اليوتيوب اناليتكس، في تحليلات اليوتيوب باين قدامي ان اكتر من 50% من اللي بيتفرجوا على الفيديوهات مش عاملين سبسكرايب. يعني انت دلوقتي ممكن تبقى عامل واللي جنبك مش عامل، او انت مش عامل واللي جنبك عامل، اعمل سبسكرايب النهارده ببلاش على فكره. يعني لو انت مش عارف فهو ببلاش النهارده، فالحق العرض واكيد انت هتستفيد. يعني دي وين وين سيتويشن، انت هتستفيد وانا هتستفيد. وطبعا اللايك لو عجبك وديسلايك لو ما عجبكش عادي جدا. وبس، بيس.